الرولز ان تيستنج. بص، في الفيرجن 4 هنا احنا عندنا دورين اساسيين هما اللي مسلطين عليهم الدور في شابتر 1، وهما التست مانجمنت رول والتستنج رول. تعالى كالعادة نسرد ما لدينا وبعدين نطابق اللي قلناه على اللي موجود، مش هتلاقي اختلاف ان شاء الله. تمام. اول حاجة التست مانجمنت رول. الشخص اللي ماسك التست مانجمنت رول ده هو الإدارة من الآخر، المانجر. حلو. الشخص ده بيتحمل مسؤولية كاملة عن شوية حاجات. زي إيه؟ زي أول حاجة التست بروسيس. يعني ممكن نشوفها هنا، بيقول لك هنا يعني نقول الحتة اللي عديناها دي in this syllabus اهوت two principal rules in testing are covered. مغطيين بس دورين اللي هما مين؟ التست مانجمنت rule والتستنج rule. The activities are task the activities and tasks assigned to these two rules depend on factors such as the project and product context, the skills of people in the role and the organization. يعني هو بيقول لك ان احنا هنا مركزين على دورين على two rules only، اللي هو التست مانجمنت رول والتستنج رول، والاكتيفيتيز والتاسكس بتاعه البوزيشنز دول او الرولز دول الاثنين دول بتعتمد على شويه فاكتورز، منها البروجكت او البرودكت كونتكست. تمام. والسكيل بتاعه الشخص نفسه او بتاعه الاشخاص اللي في التيم او في البروجكت. تمام. وكمان الاورجنايزيشن نفسها. تمام. وكمان اضيف حاجه الابروتش اللي هم شغالين بيه. تعالى بس نسرد الكلام مع بعض واحده واحده. فاحنا قلنا ان التست مانجمنت رول ده الشخص ده بيكون متحمل مسؤوليه كامله عن اول حاجه التست بروسيس، تاني حاجه ان هو يليد التيم بتاع التستنج ده، تالت حاجة إن هو يخطط. تمام. هو مسؤول عن عملية التست بلاننج. تمام. كمان التست مونيتورنج، التست كنترول، كمان لازم يتأكد إن إحنا كملنا عملية التستنج بشكل سليم. فهو مسؤول أيضا عن عملية التست كومبليشن. تمام كده. يبقى التست مانجمنت رول المفروض ان هو مسؤول مسؤوليه كامله عن الكام حاجه اللي احنا عددناهم. تيست بروسيس، ان هو يليد التيم، ان هو مسؤول عن التست بلاننج، تيست مونيتورنج اند كنترول، والتيست كومبليشن. تمام. قلنا ان طريقه تنفيذ الدور ده بتختلف على حسب السياق، بتختلف على حسب مثلا الابروتش اللي احنا شغالين بيه. يعني مثلا لو شركه مثلا شغاله اجايل غير شركه تانية ما هي شغاله اجايل، شغاله حاجه تانية ووتر فول او خلافه يعني. تمام. فتختلف على حسب الابروتش اللي الشركه شغاله بيه. فقد يكون هناك تيستر عادي، تيستنج رول او تيستر عادي اللي هو بيقوم بيه، او نقدر نقول التيستنج رول ده بيقول شخص بيه تيستر عادي. قد يكون التستر العادي ده عنده بعض مهام المانجمنت رول او بعض من المهام اللي احنا قلناها فوق دي according to الاورجنايزيشن، according to المهارات اللي عنده، according to الكونتكست اللي هو الابروتش للشركه شغالين بيه، حجم التيم نفسه. تمام. مشروع كبير لو مشروع صغير. فده بيعتمد على شويه الاتريبيوتس او شويه الايتمز اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب التستنج رول بقى. التستنج رول ده الشخص المسؤول عن الجانب زي ما بيقولوا كده التقني، او الجانب اللي فيه شغل الاكسكيوشن. يعني بيركز على حاجات شبه التست اناليسيز، التست ديزاين، التست امبلمنتيشن، التست اكسكيوشن، كل ده بيندرج تحت التستنج رول. تمام. الادوار دي مش لازم، يعني مش لازم التست مانجر مثلا وعندنا التستر العادي، مش لازم كل واحد يقوم بأدواره بالظبط. حلو. الموضوع فليكسبل يا جماعة من الآخر يعني. مش شرط إن إحنا قلنا مثلا التست على مستوى المانجيريال المفروض على مستوى المانجيريال يقوم بواحد اتنين تلاتة أربعة، مش شرط إن هو بيقوم بالواحد اتنين تلاتة أربعة دول. لا، ممكن الموضوع يقوم بيه شخصين مختلفين. ممكن شخص من هنا يقوم بأدوار مش لشخص من هنا، وممكن العكس. تمام كده. ممكن شخص نفسه يكون ماسك المانجمنت او الاداره بتاعه التستنج. تمام. وفي نفس الوقت تمام بينفذ وشغال تكنيكال، خصوصا لو كان التيم بتاعنا مثلا صغير. حلو كده.
يعني ممكن نقول مثال على الموضوع ده. لو احنا عندنا مثلا مشروع بنعمل فيه development الابلكيشن معين، حلو. ففي الحالة دي التست مانجر ايه وظيفته according to اللي احنا شرحناه بقى؟ لو قلنا هنمشي على المين كونسبتس، ان هو هيخط او هيتابع التخطيط، تمام، ممكن يخطط ويتابع التخطيط، ان هو هيحدد ايه اللي هيتعمل في الاول وايه اللي هيتعمل في الاخر، هيتابع التيم وهيشوف البروجرس اللي حصل، هيشوف ان كل حاجه خلصت مظبوط، او ايه اللي خلص وايه اللي ما خلص النسبه اللي قد ايه اللي وصلنا لها. ده ادوار التست مانجر او المانجمنت رول، حلو. التستر بقى according to اللي احنا شرحناه برضو هيكتب التست كيسز، هينفذ الشغل، هي execute، تمام، هيشوف الفيتشرز بتاعته شغاله ولا مش شغاله، هيكتب الباج ريبورت، حلو كده. فدي الفرق ما بين التستنج التست مانجمنت رول والتستنج رول. تعالى بقى نقرا اللي مكتوب هنا، يعني ده باختصار كل اللي موجود هنا. الجزئيه اللي الاولانيه ديت احنا شرحناها وقلنا ان احنا في السيلابس مغطين حتتين، تيست مانجمنت رول والتستنج رول، وقلنا بيعتمد على التنفيذ، يعني الادوار دي بيعتمد على شويه حاجات زي الكونتكست والسكيل وكمان الاورجنايزيشن نفسها، وكمان قلنا الابروتش وحاجات من كده. مش لازم الشخص هو اللي يقوم بكل حاجه according to حجم التيم واكوردنج حاجات كتير، تمام. فبيقول لك هنا ان the test management rule takes over all responsibility of the test process. زي ما قلنا test team the test processes test team and leadership، قيادة الفريق اهوت of the test activities. Test management rule is mainly focused on activity of test planning, test monitoring and control وتست كومبليشن. لازم تكون عارفهم، لان هو بيجيب لك في الامتحان، طبعا احنا عارفين ان هو ام سي كيو، هيقول لك والله من ضمن الرولز بتاعه التست مانجمنت رول ان هو مسؤول عن مثلا ايه التست بلاننج، وبعدين يجيب لك شويه حاجات بقى من اللي هم بتوع الباقيين بتوع الايه التستنج رول العادي. فانت المفروض تكون عارف ان التست مانجمنت رول بيفوكس مينلي، هو بيقول لك كده، شوف باكد لك عليها، فوكس مينلي فوكس اون ذا اكتيفيتيز لايك test planning, test monitoring and control وتست completion. The way in which the test management rule is carried out، الطريقه بقى اللي احنا بننفذ بيها التست مانجمنت رول دي مختلفه depend on context زي ما قلنا. و for example هنا بقول لك في الاجايل software development some of the test management tasks may be handled by agile team. يعني لو انت شغال اجايل مش شرط ان المانجر هو اللي بيعمل الادوار دي، لا، ممكن حد من الاجايل تيم يعمل دور من الادوار دي، فمش شرط ان هو يعمل كل الادوار دي as a manager يعني. tasks that span multiple teams or the entire organization may be performed by test managers outside of the development team. يعني لو احنا عندنا اكتر من تيم، تمام، فممكن يكون في مانجر مخصوص، تمام، مسؤول عن الاكتيفيتيز دي، حلو كده. ولو تيم واحد بقى زي ما قلنا حسب الابروتش وحسب الكونتكست. The testing rule takes over all responsibility for the engineering اللي هو بقى هنا بتكلم بقى على التست رول، بقول لك الحاجات التكنيكال بقى، التكنيكال اسبيكتس زي ما وضحنا اسبيكتس، تمام. زي ايه بقى، هو بيقول لك اهوت ان الدور ده mainly focus on the activities of test analysis, test design, test implementation and test execution. يعني انت خليها كبر مخك كده وبالعقل، بالعقل خلي الموضوع بالعقل. مانجر يعني حاجات مانجيريال، حاجات كتير، بلاننج بتاع دوت مونيتورنج كنترول كومبليشن، حلو. حاجات كلها ايه فيها متابعه كده، وحاجات على ليفل هاي ليفل، حاجات هاي ليفل. لما ننزل حاجات بقى اللو ليفل شويه، زي ان انا نعمل ايه، زي ان انا نعمل اناليسيز، زي ان نعمل ديزاين، زي ان نعمل امبلمنتيشن، زي نعمل اكسكيوشن، حاجات دي كلها لو ليفل، حاجات كلها تكنيكال اغلبها. فدي اكيد مش هيعملها المانجر. وبرده زي ما قلنا لو التيم صغير ممكن المانجر يعمل ده ويعمل ده، لانه ممكن يجيب لك سياق كبير حدوته كده ويقول لك من الحدوته دي هل الشخص الفلاني مانجر مثلا ولا تيستر ولا بيقوم بدور ما بين الاتنين، بيعمل حاجات كده وكده. فانت لازم تكون فاهم اكتر ما انت حافظ. different people may take on this rules different time. يعني هو بيقول لك اهوت ان ناس مختلفة ممكن تاخد الرولز ديت في different time according to context يا جماعة. for example test management rule can be performed by team leader. يعني مش لازم يعني مانجر اللي يعمل الدور ده، ممكن تيم ليدر يقوم بالبوزيشن ده في مشروع معين. فاهمني.
ممكن يتعمل باي التست مانجر، ممكن يتعمل باي الديفلوبمنت مانجر. حلو. It's also possible for one person to take one rules of testing and test management at the same time. زي ما وضحت، ممكن شخص واحد يعمل جزء من هنا ويعمل جزء من هنا. خلصت الجزئية دي كده، فاضلنا في شابتر 5 حاجات، شابتر 1 سوري، حاجات بسيطة إن شاء الله نخلصه بفهم وبإدراك. وصلت لحد هنا؟ سيب لي كومنت، سيب لي أي حاجة، قول لي الله ينور يا باشمهندس، يعني أنت وذوقك.